اهلا وسهلا يا اخواني يا اخواتي عشاق المستديره. فالبارح يا اخواني تفرجنا في واحد المشهد اللي خلانا ونسولوا راسنا كاملين واش هذه كره ولا سيرك يا اخواني. في المنتخب التونسي هذاك الفرقه اللي كنا كنحسبوها مدرسه ديال الكره فتعرضت لواحد الهزيمه اللي خلات الشارع التونسي يغلي. فماشي غير هزيمه يا اخواني، راه انهيار كلي، ولكن الصدمه الحقيقيه ما كانتش في التيران، فالصدمه كانت في البلاطو التلفزيوني اللي تحول لساحه معركه ديال الهستيريا وقله الاحترام. فخليكم معنا يا اخواني حيت اللي طرا لداخل كيورينا باللي كاين شي حاجه كتحرك هاد الناس بعيدا على الكره. فتخيلوا معنا محلل رياضي بلا ما نذكروا الاسم ديالو وصل به الحقد لدرجه انه نعت فيها اللاعبين باللي ماشي رجال. كنهضروا اخواني على واحد المحلل مشهور ومعلق. فواش هذه اخواني اللغه ديال الكره؟ هذه اللغه ديال واحد فاقد الاعصاب ديالو. كنهضروا اخواني نذكر من الاحسن نذكر الاسم، كنهضروا على الشوالي والشواليه غنيه عن التعريف والخطير يا اخواني اللي وصلنا من داخل الكواليس ان هذه المشادات ما كانتش عفويه بل كانت بتعليمات غير مباشره، بل باش انهم يحولوا الغضب ديال الجماهير من المسيرين للكره والجامعه ويشحنوهم ضد جهه خارجيه باش انهم يغطيوا هذه الفضيحه. ذاك المحلل اخواني اللي ضرب الطبله وتعدى على الحدود ديالو، فكيقولوا باللي قراب منه انه كان في واحد الحاله ديال الهستيريا غير مبرره، وكان هذيك الهزيمه ضربات المصالح ديالو الشخصيه في شي بلاصه. اخواني اخواتي دابا علاش هذا الهجوم بالضبط؟ علاش عوض ما انهم ينتقدوا الخطه ديال المدرب او ضعف الدفاع كيمشيو يقلبوا على شماعه ديال المغرب؟ اي اخواني اخواتي هذوك اللي كيسميو راسهم اعلاميين ولاو متخصصين في احصاء النجاحات ديالنا بدل انهم يطوروا المنتخب ديالهم، فهم مشغولين بالمغرب. فكاين واحد المستجد كدور في كواليس القنوات التونسيه باللي كاين بلوكاج مادي ونفسي، وباللي النجاح ديال المغرب في تنظيم البطولات العالميه خلى هاد الناس اخواني في حاله ديال شي حاجه ديال الحسد اخواني باين واضح. فكيشوفوا ان الملاعب ديالنا، كيشوفوا التطور ديال الجامعه ديالنا، فكيبدا فيهم المرض ديال الحسد. فالتوجه اخواني العدائي ماشي وليد اللحظه، فهذيك راها عقده ديال النقص اللي خرجت للعلن. واش عارفين باللي كاين تقارير كتقول باللي بعض المحللين كيجيو للبلاطو اخواني باجنده محدده باش ديما انهم يجبدوا المغرب باش ينفسوا شويه على الجمهور المقهور. راه والله حتى كيضحكوا على رؤوسهم اخواني، وهذا الشيء راه واضح وضوح الشمس. انا كنقولها يا اخواني ونعاودها، حنا بغينا كره زوينه في الملاعب وفي المغرب كامله، ولكن هاد العبث اخواني اللي كنشوفوه عند بعض الاشقاء ما غادي يوصلهم لحتى نتيجه. فالكره ولات علم، ولا التخطيط ماشي شي حاجه اللي يمكن تمشي بالصدفه، ماشي صراخات في البلاطوات ولا اتهام ديال الاخرين بالسوء. فخاصهم اخواني يفيقوا من هاد الحلم ديال هاد المغرب. هو سبب للفشل ديالهم. في المغرب نجح حيث خدم، ماشي حيث انه تمنى الفشل لغيره. فهاد الافكار اخواني المسمومه اللي كيبخوا في الجمهور التونسي هي اللي كتاخر على الكره ديالهم وكتخلي اللاعب التونسي انه يخرج تايه في التيران. نرجعوا يا اخواني دابا الصح، نرجعوا للمعقول. اسود الاطلس ديالنا عندنا مباراه حاسمه يا اخواني مع هولندا، مباراه قمه، مباراه ديال الرجال يا اخواني. هاد المره ما خاصناش اننا نخليو شي صوت انه يشوش علينا. فهادوك اللي كيدويو خليهم يا اخواني يدويو، حتى الكلاب بطبيعه الحال كتنبح والقافله تسير. انا كنطلب من كل مغربي فين ما كان في المغرب في اوروبا في العالم انه يرسل طاقه ايجابيه لهاد الدراري، فخاصنا نكونوا صوت واحد في المدرجات. فهولندا فريق كبير اخواني، ولكن حنا ماشي ساهلين، حنا ولاد محمد وهبي، حنا اللي عطينا الدروس في المونديال اللي فات في 2022 ومازال كنعطيو الدروس. والجمهور المغربي بطبيعه الحال غادي نساو عليا داكشي اللي واقع في البلاطوات ديال الجيران وركزوا ليا مع المنتخب ديالنا. الثقه في اللاعبين كبيره والقدره ديالنا يا اخواني باش اننا نفرحوا الشعب المغربي فكاينه في دمنا، غادي نربحوا بطبيعه الحال وحنا متاكدين. شكرا لكم ومع السلامه.